سألتك بالله إذا وصل لك هذا الفيديو إنك تنشره لأكبر عدد ممكن. معي رسالة مهم الشيء توصل. اعمل الإعجاب والإكسبلور والتعليق وهذا الحركات والحفظ، هذا يساعد على نشر الفيديو. الرسالة هي إنه في بعض آباء وأمهات الله يهديهم يكون معه بنت جاهل تحت سن 10 ويخرج إلى الشارع بلبس ضيق ولا لبس شفاف ولا من هذه الأيام، بالذات بالأعياد. الآن واقي معنا عيد، شوفوا بس البلاوي، شوفوا بس الموضة حق هذه الأيام. أنت بنظرك جاهل، بنتك بنظرك جاهل أنت، لكن بنظر الناس لا. عشان أوصل لك المعلومة، أنت داري إنه بعض الحيوانات من البشر يقولوا بعد حيوانات عشان يقضوا في بهم الشهوة، ما بالك ببنت. شفتم الحادثة هذه اللي حصلها تحت الدراج حق البنت الصغير؟ هذه بنت عادة إيش؟ محتشم لابس بس إلا شعره بس مندوش وجميل، كان بيفعل فعلته بس إلا شاف الكاميرات وخاف وافتقع وهرب. لكن ما فيش كاميرات، انت وباع على بنتك، ما تخليش تخرج لحالك. ثاني حاجة لبسه زي الناس، خليه مبهذل يا أخي، لبسه عريض مليح لك. ما تجيش انت تلبسه ضغط عشان الناس يشوفونه مليح بالشارع، بالنهاية ترجع تقول اوه بنتي خطفوني، بنتي عملوا، بنتي قطعوني. انت السبب، انت السبب هذا الشيء. تلبسه وتزينه وتمشط له والقباضات والبونات يعملوا مكياج للجهال، خرجوا لهم بالشارع عشان الناس يشوفون اوه على تحيف وحوش. هذه الايام احنا وصلنا لاشر الناس. كم اباقي لاشر الناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال القيامه بتقوم على اشر الناس. اباقي معنا 1000 من الطيبين. انتم بتشوفوا بالاعياد على بلاوي، يروح يخضبه من فوق لتحت، ولبسه فستان للنص للركب، واحنا شحطنا للركب، وعمل لي خضاب ما يعملوناش لعروسه، عادهم يخرجونهم بمكياج. مو تشتي تقول ان الان بنتك مليح، احجزوني من الان. لو وقع بحاجه ولا شيء انت السبب، انت السبب. لو وقع بالحاجه ولا شيء ببنتك انت السبب. اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. لا تنسوش شاركوا الفيديو، افدي قلوبكم. اللي عنده غيره وانه الشيء توصل الرساله تبتعد هذا المصيبه من بلادنا يشارك الفيديو ده. والسلام عليكم.